ليه ابني بيوقف ساكت لما الناس تسأله؟ ليه بيبصلي مستني أجاوب عنه؟ مش لأن ابنك ضعيف ولا لأنه مش اجتماعي. السبب الحقيقي إن صوته الداخلي مش واثق إنه مسموح يتسمع. في الفيديو ده هتفهمي إزاي تبني الثقة دي خطوة بخطوة، وهتكتشفي إن الطفل الواثق مش بيتولد كده، بيتربى كده. الثقة بتبدأ من البيت. المرحلة الأولى: جذور المشكلة. ليه الطفل مش بيعبر؟ قبل ما نعلم الطفل يتكلم لازم نفهم إيه اللي خلاه يسكت. كتير من الأطفال بيتعلموا من بدري جدا إن صوتهم مش مهم. لما بنقاطعهم أو بنضحك على طريقتهم أو بنجاوب إحنا بدلهم. الأم بتعلمه يقول الكلام اللي هي عاوزاه، قول كده ومش تقول كده. الطفل ساعتها بيخزن رسالة: طالما صوتي بيتصحح يبقى غلط أتكلم. اسألي نفسك: هل أنا بسيب له مساحة يعبر حتى لو بطريقته الغلط؟ لأن أول خطوة لبناء الثقة إنك تتوقفي عن إصلاحه طول الوقت. المرحلة الثانية: كواليس ثقة الطفل بنفسه. الثقة مش في الصوت، الثقة في الإحساس اللي جوه لما بيتكلم. يعني السر مش إنك تعلميه يتكلم، السر إنك تعلميه يحس إنه مش هيتحاكم لو غلط. الطفل بيتكلم بثقة لما يحس إنه مقبول حتى لو اتلخبط. الأم بتسأل: إيه رأيك نلبس إيه النهاردة؟ الطفل بيرد والأم بتقول له: فكرتك حلوة حتى لو مش اخترتيها. اللحظات الصغيرة دي بتقول له رأيك له قيمة، وده بيبني العمود الفقري للثقة. الثقة يساوي القبول قبل التوجيه. المرحلة الثالثة: الأخطاء اللي بتكتم صوت الطفل. فيه 3 جمل بس ممكن تهدم كل اللي بتحاولي تبنيه. الجملة الأولى: اسكت، الناس بتسمعك. الثانية: عيب تتكلم كده. الثالثة: مش وقته تتكلم. المشكلة مش في الكلمة نفسها، المشكلة إن الطفل بيترجمها صوتي خطر، ومن اللحظة دي بيتعود يخبي نفسه. الطفل اللي بيكتم كلامه النهاردة هو المراهق اللي هيكتم مشاعره بكرة. المرحلة الرابعة: خطوات تدريب الطفل يعبر بثقة. مش لازم ننتظر المدرسة أو المسرح، البيت هو أول مسرح للثقة. الخطوة الأولى: روتين لحظة رأيي اليومي. كل يوم اسأليه سؤال مفتوح: إيه أكتر حاجة حبيتها في يومك وليه؟ استمعي بدون تعليق أو تصحيح. الخطوة الثانية: ناديه باسمه قبل ما يتكلم. لما تقولي: قول يا يوسف، عايزة أسمع رأيك، دي بتبني وعي عنده إن صوته مسموع ومتوقع. الخطوة الثالثة: دور المسرح المنزلي. خصصي يوم كل أسبوع. عرض العيلة، كل طفل يقدم حاجة، قصة، موقف، فكرة، والتصفيق واجب بعد كل عرض. الخطوة الرابعة: كلمة السر، أمان التعبير. لما يغلط في كلمة أو فكرة قولي له: حلو إنك عبرت، عايزة أسمع أكتر. الخطوة الخامسة: القدوة. الطفل بيتعلم الثقة من صوتك أنت. لو سمعك بتتكلمي بثقة وبتواجهي المواقف بدون خجل هيقلد ده بدون ما يشعر. الثقة تورث بالتشجيع مش بالكلام. ابنك مش محتاج يتكلم أحسن من غيره، هو محتاج يحس إن صوته ليه مكان. كل مرة بتسمعيه بدل ما تقاطعيه، كل مرة بتشجعيه بدل ما تصححي له، بتزرعي جوه قلبه إحساس: أنا أقدر أتكلم وصوتي يستحق يتسمع.
كل طفل جواه قائد صغير، بس لازم حد يسمع صوته الأول